يا راجل يا طيب، فينك من زمان؟ كنت وحشنا. طيب، اتفرجت على أول حلقتين من مسلسل كارثة طبيعية اللي بتحكي قصته عن محمد، شاب عادي جدا شغال موظف، وبنشوف إن ظروفه المادية مش أحسن حاجة، وده بيخليه مأجل شوية موضوع الخلفة مع مراته، لحد ما بيتفاجئوا في يوم من الأيام إن هي حامل، وما بتطلعش حامل في طفل واحد بس، ده احنا بنشوفها حامل في 5 توائم. فده بيخلي شخصية محمد مش عارف هيتصرف ازاي، وازاي هيصرف عليهم بعد كده. بعيدا عن ان محمد سلام طبعا ما بيقدمش حاجة وحشة، بس فعلا المسلسل ده حلو ويستاهل المشاهدة. اول حاجة لان يعتبر المسلسل من نوعية البلاك كوميدي، في وسط ما انت بتشوف مواقف كوميدية حلوة وبتضحك، انت برضه بتشوف موضوع مهم جدا بيناقشه المسلسل. وعجبني ان من اول حلقتين مؤلف المسلسل عرف يحطنا مكان البطل، ويخلينا نحس بالمعاناة بتاعته ونسأل نفسنا، طب احنا لو مكانه هنتصرف ازاي وهنعمل ايه. كمان مع أداء محمد سلام الحلو جدا، بيقدر يحسسك بكمية المعاناة والمشاعر اللي بيحسها بطل المسلسل، وفي نفس الوقت ببعض ردود الأفعال بيقدر يخليك تضحك. كمان عامل كيمياء كويسة جدا مع الممثلة جهاد حسام الدين، أدائها برضو كويس. حمزة العيلي عجبني جدا أداؤه، وليه أكتر من مشهد كوميدي حلو، مع كمان إخراج المسلسل الكويس جدا. إيقاع المسلسل سريع، القصة من أول حلقتين قدرت تشدني وتخليني متحمس للحلقات اللي جاية. فبصراحة بداية مسلسل كارثة طبيعية بداية كويسة جدا، وتخلينا فعلا مستنيين الحلقات اللي جاية. الأهم من ده كله رأيكم انتوا، لو شفت أول حلقتين ايه رأيكم في المسلسل؟